السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله تكونوا كامل صافا وتكونوا بخير وهانيين ان شاء الله. بما انه رمضان قرب راح نديروا واحد الفطائر ان شاء الله، ما يجوا مالحين مع الشوربه، شوربه فريك او بويون او اي شوربه. راح نديروا بنفس العجينه فطائر حلوين، يجوا مع الحليب الناس اللي تحب تتسحر بالحليب، ويجوا مع الفلان كذلك، يجوا خفاف وهايلين ويجوا مرقين وبنتهم هايله. شوفوا كيفاش نبداو. الوصفه سهله جدا، بسم الله وعلى بركه الله. نحطوا كاس ماء، كاس حليب، الماء والحليب يكونوا دافيين، 4 كاس تاع زيت يا ما يعادل 4 ملاعق يعني زيت. نجيبوا حبة بيض، نحو البياض وحده والصفار وحده، نحطوا الصفار من بعد نسحقوه، ونضيفوا البياض للخليط تاعنا. نضيفوا كذلك ملعقة تاع سكر يعني تساعدنا في الاختمار، شويه ملح، تقريبا نصف ملعقه ملح، يعني نصف ملعقه ماشي نصف تماما، ناقص على النصف شويه تاع الملح، وملعقه خماره تاع الخبز. نخلطوا هذو المكونات كامل بانفوي في بعضهم البعض. يعني هذه الكميه تاع كاس حليب وكاس ماء وربع كاس زيت راح دير لنا كميه كبيره بزاف. نضيفوا لهنا كاس تاع الفارينه، 2 كيسان فارينه، ضفت كاس ثاني. الفارينة تاعي انا ما تشربش، يعني الكمية اللي جاتني بهذا الكاس جاتني تقريبا اكثر من 30 حبة، يعني جاتني كمية كبيرة. درت نصف حلوين ونصف درتهم مالحين. نخلطوا العجين مليح في بعضها. نحتاجوا عجين تكون طرية. بعد ما نشفت العجين تاعنا شوية هبطتها في بلون دو طرافاي، ودكيتها هكذا شوية في بعضها. ندير يديا بالزيت باش ما تلصقش هذيك العجين في يديا، ونرفدها كامل في صباعي. لميتها فقط. شوفوا كيفاش طريه العجين تاعنا، يعني نخليوها طريه. نحطوا نرجعوها للغيسيبيون تاعنا ونغطيوها، نخليوها حتى تخمر 10 دقائق فقط تخمر فيهم. نغطيوها مليح ونخليوها. شوفوا بعد ما خمرت كيفاش طلعت. نحيوها ديغازيوها شويه هكذا ونهبطوها في بلون دو طرافاي. طبعا ديري الزيت في يدك باش ما تلصقلكش العجين هذيك كامل في يدك. كي نحطوها في بلون دو طرافاي نبداو الطول نحلو فيها، يعني ما نعاودوش ندلكوها بيدينا فيهم الزيت باش ما تطلعش في يدنا، ونبداو مباشره نطرحوا فيها باسكو نحتاجوا العجينه ما تكونش قد، نحتاجوا هذاك الهواء اللي فيها، لي غاز هذوك اللي فيها نحبوهم يبقاو فيها باش تجي خفيفه العجينه تاعنا. جوست تقيسيها بيدك مباشره رايحه تطرح، يعني ما تتعبش، تكون طريه، يعني جوست تبداي فيها هكذا رايحه تطلق. نجيبوا من حوالي 2 ملاعق تاع الزبده، ما تكونش بارده ما تكونش سخونه، بحراره الغرفه. ندهنوهم هكذا فقط بيدنا فقط، ونعاودوا نطبقوها هكذا على هذيك الزبده باش تجينا العجين خفيفه ومرقه. ما نحتاجوش الزبده تكون دايبه، باسكو كون تكون دايبه كي نعودوا قاعدين نخدموا فيها باش نحطوها في الفرن رايحه تسيح لنا كامل وما تجيش مليحه، الشكل تاعها يروح لها. ولانه كذلك العجين تاعنا طريه، شوفوش طريه العجين. درت شويه زيت باسكو قاعده تلصق. نحلها هكذا مليح. قسمتها خاطر جاتني كبيره بزاف العجين تاعي، قسمتها على 2. يعني كي تحبي كونتيتي صغيره ديري غير كاس صغير يكون صغير بزاف. هذا الكاس تاع 220 عفوا تاع 120 مليلتر. شوفوا كيفاش نقصوها، شوفوا كيفاش دورتها. والحبه كل ما ديريها صغيره تجيك مليحه، باسكو رايحه العجين تاعنا رايحه الزيت تطلع تخمر وتطلع تكبر الحبه تضاعف الحجم تاعها. شوفوا كيفاش
كملوا الكميه تاعنا كامل بهذه الطريقه. يعني جوست روليها فقط العجين في يدك، ماشي حاجه صعيبه وما تديلكش الوقت. نجيبوا الصفار تاع البيض هذاك اللي خليناه من قبل، طبعا ما نرميوهش، ندهنوا به الحبات تاعنا كامل. وندخلوهم للفرن. طبعا كي يكونوا قاعدين نخدموا تكون الفرن تاعنا يكون قاعد يسخن باش ما يديولناش الوقت. جوست ندخلوهم للفرن رايحه تضاعف الحجم تاعهم. قلت لكم هذه الكميه دارت لي اكثر من 30 حبه. نكملوا نعدلوا هذه، نكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا كيفاش نقطعهم، نحاول يكونوا كامل كيف كيف ونخدمهم كيما هكذا نروليهم. يعني الطريقه جد سهله. نجيبوا البيض كي تحبي ما تجيكش فيه الريحه هذيك تاع البيض، ضيفي له قطرات تاع الخل وخلطيه ودهني به. بعد ما طابوا شوفوا كيفاش هادو المالحين جاو هايلين، جاو خفاف ومورقين. يعني كي تحليها تتحللك هكذا كل ورقه وحدها. ندهنوهم بشويه زيت الزيتون، راحين يعطيوهم ذوق ولمعه كذلك. شوفوا اللمعه هذه راحين يجيو بها المظهر تاعهم يجي هايل، ويعطيوهم كذلك هذاك الذوق تاع زيت الزيتون. يتكلوا مع الشوربه، مع بويون، مع لا سوب بلانش اللي ديروا في رمضان، مع طاجين، اي حاجه يتكلوا معها، يعني تكون شوربه. ودوكا نزيدو نديرو المالحين. طبعا انا درت نصف مالح ونصف لانها خرجت كميه كبيره، او نصف حلو. نزيدو نديرو دوكا الحلوين. شوفوا كيفاش جاو هايلين هادو وخفاف وبنان كي تاكلوهم. هادو حبات شوفوا درت لهم سانوج، درت 3 حبات فقط بالسانوج، الاخرين حبيتهم يبقاو هكذاك. هادو يجيو مع الحليب كذلك اللي بالسانوج. الاخرين اللي رايحه نديرهم مالحين عفوا حلوين. شوفوا واش رايحه نحط لهم. رايحه ندهنهم بشويه تاع العسل. ندهن بشويه تاع العسل. تحبي تحطي فوقهم لوز هيفيلي ولا مكسرات، اي حاجه، اي نوع من المكسرات. ولا تحبي ديري فوقهم تدهنيهم بالعسل وديري سكر غلاسي فوقهم. انا درتهم بالعسل ودرت فوقهم شويه تاع سكر غلاسي غير بيدي فقط هكذا. جاو هايلين مع الحليب ويتكلوا مع الفلان كذلك، جاو رايعين. يعني عجينه وحده ديري بها المالحه والحلوه، ديري فطائر مالحين وديري هادو الفطائر الحلوين باش تشربوا بهم الحليب. ان شاء الله في رمضان الناس اللي تحب تتسحر بالحليب ولا بالفلان ان شاء الله يا ربي يلحقوا علينا. شوفوا كيفاش يجيو طريين، شوفوا كيفاش من داخل مورقين ومحمرين، جاو هايلين واللون تاعهم هايل. شوفوا كيفاش خفاف، ما تقدروش تيماجينيو كيفاش خفاف ومورقين. راهي كل وحده وحدها. ان شاء الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شوفوا كيفاش هادو تاني طريين، ما من قهوة العشية يجيو هايلين. انا درتهم اليوم، درتهم مع لوبيا صوص